هل الدوري المصري بقى أضعف من زمان؟ أنا حاسس ليه إن الدوري بقى أضعف من زمان. ما بقاش فيه، ولا دي حقيقة ولا ده اختياري، مش عارف. ما بقاش فيه الكورة بتاعت زمان. فين سرعات الشاذلي؟ فين شوطات شحت الاسكندراني؟ فين بيبو؟ ما عندناش حد بيلعب راس زي علي ابو جريشه. هو ايه اللي حصل في الدوري؟ كل ما تتكلم يقول لك ده تكتيك. يا ترى ده بقى عيب مدربين، ولا عيب اختيار لاعبين، ولا ما بقاش في منظومه ناشئين، ولا عدم وجود الجمهور في الملعب هو ده اللي خلى الدوري المصري شكله وحش قوي؟ اعتقد ان المنظومه اللي ماسكه الدوري المصري حاليا محتاجه تراجع نفسها، محتاجه تدور. هو ليه كنا زمان عندنا نجوم ودلوقتي ما عندناش نجوم؟ بقينا نجوم ونقعد على نفس اللعيبه اللي موجوده وبالشكل اللي موجود. بدأنا نفكر للمنتخب في الولاد اللي اهليهم عايشين بره ومعهم الجنسيه المصريه. ما بقيناش عارفين نطلع لعيبه. الله، ده في مدارس واكاديميات والدنيا شغاله. يا جماعه، الكوره عايزه اللعيب بيقولوها بالبلدي ايه، صايع كده، اتعلم يلعب في الحاره. ما هو ما بقاش عندنا في شوارع ولاد بتلعب زي زمان. كنت تعالى عندنا هنا في اسكندريه في السرايا فلسطين كان في 50 ارض كرة شراب. تخش الحواري، تعالى بقى نروح القاهرة واسأل اللي في القاهرة، هيقول لك الشوارع والحواري وحارة فلانة كانت بتطلع وحارة فلانة، والساعة 4 العصر تلاقي كرة شراب هنا وهنا وهنا. ما بقاش عندنا كورة. عشان كده بنقول الدوري المصري بقى ضعيف وبيضعف وهيضعف.